الارياف فلاح. شوف الكلام ده في لا سجلناه ان الاهلي يسوق مبارياته لوحده. ده ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص، احنا معتبرين الاهلي لسه موجود، وبالتالي القرعه ان شاء الله يوم الاثنين بحضور رئيس لجنه المسابقات، وعلى ال 22 نادي يوم الاثنين الساعه 3 هنا في نادي الزمالك ان شاء الله. مع لجنه الانديه تاني. النادي الاهلي تاني ولا؟ طبعا هو موجود مش موجود، نعمل القرعه من غير موجود، احنا هنوجه له الدعوه، لكن كون يجي ما يجيش دي حاجه بقى خاصه بيه. في موضوع مهم جدا، خدنا قرار بالاجماع اللي هو ان بياخدوا نسبه على العقود 3 سنين 3% على مده العقد على حسب مدته. لو 5 سنين مثلا ياخد، طبعا هذا الكلام كان اصلا موجود، بياخدوا 2% في اللي قبل كده وسنه واحده وده قرار بالاجماع، يعني 19 نادي اللي موجودين كلهم بالاجماع. تمام. في ايه تاني؟ المقرر امر واحد متواجد يعني موجود طبعا بخبرته، لازم ناخد خبرته معانا. لجنه البث تبقى لجنه البث احنا رشحنا من اللجنه اللي هو محمد عبد واتحاد الكوره. هم قالوا ان كان ان رئيس الاتحاد عاوز يبقى موجود في بند كده، احنا قلنا لو كان البند موجود ما فيش ما يمنع، بس في لجنه الانديه هو اللي هو محمد عبد. طيب القرعه ويبقى المجموعه اللي موجوده معاهم مجموعه من المحترفين في قضايا البث التلفزيوني، ويبقى بايد نظير يعني ما يبقى ناس محترفه. وحطينا في لجنه المسابقات الجيش كعضو والشرطه كعضو وواحد عن الشركات والاهلي والزمالك والاسماعيلي، انديه جماهيريه وانديه مؤسسات. انديه جماهيريه يوم الاثنين ان شاء الله القرعه بتاعت الدوري هنا عندنا في النادي هنا الساعه 3 باذن الله. هيتقدم حاجتين، هيتقدم وجهه نظرنا من ناحيه كرات الشروط او كرات الشروط الخاصه بالبث التلفزيوني، والاتحاد هيقدم برضه الحاجات اللي هو ملتزم بيها لسه لمده موسم ثاني، يعني ده اخر موسم بالنسبه للاتحاد لالتزامه مع الشؤون المعاملات التجاريه والبث الخاصه بيه كراعي بره البث. لائحه اللجنه فيها بعض التعديلات هتناقش في الجلسه الجايه ان شاء الله. بالنسبه للقرعه هتبقى يعني تحط ليها تصور ان مثلا الاهلي راس مجموعه والزمالك على راس مجموعه، القناه مثلا تبقى مع الزمالك طبعا، والمصري يبقى بعيد عن الاهلي، يعني مجموعه ثانيه ده الاساس يعني. طب بالنسبه للملاعب يا دكتور، كان مثلا في ملاعب الانديه تختار الملاعب بتاعتها الملاعب العسكريه ولا ملاعب عاديه، ولا الموضوع ده لسه ما اتناقش؟ لا هو ما اتناقش بشكل كامل، بس هو الاتجاه الاتفاق مع الامن، يعني هل الملاعب تبقى ملاعب القوات المسلحه فقط او حسب بقى يعني نوع المباريات، يعني في مباريات ما فيهاش جماهير، في مباريات كتير ما فيهاش جماهير. هو الدوري لحد دلوقتي بدون جماهير، يعني زي ما قلت لحد دلوقتي بدون جماهير، التعامل هيبقى من غير نمطيه يعني. هو الجمهور دلوقتي لحد دلوقتي البطوله من غير جماهير. هيقول ماشي. المباريات بحضور الجماهير، وسوف يتم اتصال بالسيد اللواء وزير الداخليه مع يعني حضوري انا ورئيس الاتحاد، وان شاء الله يتم الموافقه ان شاء الله، يعني تحديد ميعاد مع وبعدين نكمل ان شاء الله. تمام كده. اي سؤال تاني؟ ميرسي جدا يا دكتور.